السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. مش هي دي العلبة اللي مخلصين مصروفهم عليها وجايبينها ب25، وهي أصلا ما تكلفش 5 جنيه؟ وكمان لا هي الكمية ولا الطعم ولا السعر. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة عشان ولادنا ياكلوا كل حاجة من البيت وما يشتروش أي حاجة من بره. يلا بينا على الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هنعمل كشري، يعني معانا عدس بجبة ومعانا حمص. في الأول بننقع الحمص زي ما انتم شايفين كده. طبعا أنا نقعاه من قبلها بليل عشان لونه يفتح ويبقى أصفر فاتح زي ما انت شايفة كده. لازم تنقعيه، تغسليه وتنقعيه ليلة كاملة، وكمان عشان يستوي معاك بسرعة. هنا ده زي ما انتم شايفين أنا نقعاه من بالليل للصبح. وهنا بقى ده العدس. طبعا العدس ما بياخدش وقت زي الحمص. الحمص ده كان عندي في البيت عشان كده نقعته، انما العدس لسه شارياه، فهغسله غسله بسيطه واحطه هيستوي بسرعه، مش هياخد وقت ولا اي حاجه. وطبعا معانا البصل اللي هو البصل الوردي حبيب الكشري، يعني بصل وردي. ومعانا هنا طماطم مقطعاها كده مكعبات او نص تقطيعه، يعني الحبايه نصين. ومعايا فلفل احمر. ومعايا هنا التوم. طبعا معايا البصل الوردي لازم تقطعيه رفيع كده زي ما انت شايفه، ويستحسن يكون البصل الابيض. لو البصل احمر هياخد معاكي لون وهيتحرق وما يبقاش مظبوط معاكي، يبقى لازم بصل ابيض زي ما انت شايفه كده. ومعايا طبعا التوم، اساس الكشري التوم، عشان الطشه والريحه اللي تجنن في الكشري اساسها التوم. هنا بقى عشان البصل الوردي يقرقش معاكي، يبقى مقرمش معاكي كده، هتحطي معلقتين نشا. هتحطي معلقتين نشا وتفلفل البصل كده، يعني تبدر البصل بيه كده. لو ما عندكيش نشا هتحطي دقيق وهيقرمش معاكي وهيبقى جميل. اهم حاجه ان انت تكتري كميه الزيت وانت بتحمريه، يعني كتري كميه الزيت عشان ما يطراش معاكي. هنا بقى زي ما انتم شايفين، طبعا حبيت اقول لكم على المقادير اللي هي الاساس. طبعا المكرونه والرز دي والشعريه معروف. اساس الكشري اللي هو البصل والثوم والصلصه والبقوليات العدس والحمص. تمام كده. هنحطهم بقى على النار. طبعا غسلنا العدس وهنحطه على النار والحمص ونعمل البصل. طبعا انا حبيت يعني ايه ولعت الثلاث عيون على البوتاجاز عشان انجز بسرعه. طبعا اول يوم في المدارس زي ما قلت لكم، كل سنه وانتم طيبين. الولاد بقى قايمين من بدري. طبعا اول يوم ده بقى كانه زي العيد بالظبط. الولاد قايمين من بدري فهيجوا مثلا فهيجوا جعانين عايزين ياكلوا، فقلت ايه اعمل الاكل بسرعه. فهنا قلت عشان انجز شغلت الثلاث عيون. عندي العينين التانيين بايظين، فشغلت الثلاث عيون، عين على الحمص والتاني على العدس زي ما انتم شايفين. وهنا البصل زي ما انتم شايفين كده. ما تعينيش ايدك من البصل، يعني حاولي ان انت تقلبي على طول، يعني خلي المعلقه او الحاجه اللي انت بتقلبي بيها في الطاسه على طول. يبقى كتري الزيت عشان الزيت ده هنستعمله في الكشري كله، يعني هناخد منه وهنستعمله في الكشري كله، عشان هو الزيت ده اللي بيدي تطعيمه للكشري. وهنا بقى زي ما انتم شايفين طبعا خلصت الحمص والعدس والبصل وركنتهم على جنب. طبعا البصل بتعينيه على ورق منديل، على منديل مطبخ عشان لو في زيت ولا اي حاجه. هنا بقى بنعمل الدقه زي ما انتم شايفين. معلش بنعمل الصلصه. طبعا معايا معلقتين ثوم مفروم، ومعايا شويه زيت من اللي حمرنا بيهم البصل، وحته سمنه، حته سمنه او حته زبده، وحمرناهم كويس. وهنا حطينا صلصه الطماطم الفريش. وبعد كده هنحط معانا تاني حاجه هنحطها في الصلصه. ونحط بقى التوابل بتاعتنا: كمون وبابريكا وملح وسنه سكر ومرق الدجاج. يبقى كمون وملح. طبعا الكشري الصلصه بتاع الكشري ما بتاخدش يعني توابل كتير. هي كمون وملح ومرق الدجاج وسنه سكر والبابريكا. وهنحط لها بقى شويه ميه بعد ما تتسبك ونغطي عليها. في اضافه هنضيفها تاني بتعزز الصلصه، يعني بتخلي الصلصه بتاعت الكشري تبقى مسكره وحلوه وتبقى تقيله كده. هنضيفها بعدين. هنا بقى ركننا الصلصه على جنب، وهنعمل بقى الدقه مع معلقه ثوم وحبه زيت برضو بتاع التحميره بتاع البصله، وفنجان خل. معايا كوبايه خل وكوبايه ميه وشويه كمون وليمون وشويه ملح. ده كل اللي هنعمله في الدقه. هتغلي غلوتين ونطفي عليها. هنا بقى المكون اللي بيخلي الصلصه طعمها تقيل كده وجميل، اللي هنحط الصلصه الجاهزه. يعني ايه؟ معايا 2 باكت من الصلصه الجاهزه.
يعني يعتبر معلقتين كبار، بيخلي لك الصلصه طعمها حلو. طبعا شايفين شكل الصلصه اللي انا عاملاها، المواد الدهنيه عايمه على الوش كده، اللي تعرف ان الصلصه مسبكه معاكي وجميله. هنا بقى بنضيف المعلقتين كبار بتوع الصلصه الجاهزه، بيخلي لك الصلصه تقيله وطعمها حلو. وهنزودها بقى شويه ميه وهنطفي عليها ونشوف باقي المكونات بتاعتنا. شايفين شكل الصلصه خطيره ازاي وجميله فعلا والله. الكشري النهارده كانت ريحته قلب المكان. هنا بقى هنعمل الرز يا ست الكل. طبعا احنا عملنا الكشري قبل كده على القناه، عملناه في حله واحده وعملناه زي كده. ادخلي على القناه واسمعي الفيديو اللي يعجبك وشوفي الطريقه اللي تعجبك اعتمديها. هنا بقى عشان الرز يبقى ما يسمرش معاكي، الشعريه تكون لونها فاتح زي ما انت شايفه كده. يعني حاولي تفتحي معلش الكاميرا اتقفلت ورجعت فتحت تاني. يعني حاولي تفتحي الشعريه يكون لونها فاتح. لو الشعريه لونها غامق بتخلي لك الرز لونه اسمر. عايزه الرزايه لونها ابيض، خلي الشعريه تكون لونها اصفر. تمام كده. وهنا بقى زي ما انتم شايفين، وتحمروا الرز كويس عشان يبقى مفلفل معاك. وهنا بقى الحله التانية حطيت فيها الميه ومعلقه زيت ومعلقه ملح عشان نسلق فيها المكرونه الاسباجيتي والمكرونه اللي هي الوسط. وهنا بقى بنعمل الصلصه الجميله بتاعتنا. لا، بنعمل الشط عشان تبقى الخلطه كلها زي بتاع المطعم، والولاد بقى ما يقولوش في حاجه ناقصه ولا في اي حاجه. بنعمل بقى كل حاجه زي بتاعه المطعم بالظبط زي ما انتم شايفين. هنا بقى معلقه زيت برده من تحميره البصل، ومعلقه شطه زي ما انتم شايفين، معلقه شطه كبيره. وهنا كبشه صلصه من اللي عاملينها. بنقلب قلبتين وما نحطش اي اضافات. هي الصلصه فيها التوابل، فيها كل حاجه. وبعد ما خلصنا الكشري الجميل بتاعنا، بنقدم بقى الكشري في الطبق زي ما انتم شايفين، وبنقدمه في العلبه. وهنا بقى الدقه بتاعتنا. يلا قومي بقى جرب الوصفه، وصفه خطيره وجميله. انا قلت اعمله في العلبه كده عشان اعرف الولاد ان كل حاجه نقدر نعملها في البيت، وعشان مصروفهم ما يهدروش في اي حاجه. يعني العلبه زي ما انتم شايفينها دي ب25 جنيه. انا عملتها في البيت، مش هتكلفني 5 جنيه. وعملت الدقه وعملت كل حاجه زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. يلا قومي بقى جربوا الوصفه وقولوا رايك فيها، واكتبي لي رايك، واكتبي لي في التعليقات هي دي العلبه اللي بنشتريها من بره ولا لا. ولايك كده من ايديكم الحلوين. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك، وبألف هنا وشفا. وكل سنه وانتم طيبين، وعام دراسه عليكم احلى متابعين، وجعلها سنه سعيده عليكم. لايكات كتير قوي عشان ترفع الفيديو وتشيروه، والناس كلها تشوفوا الفيديو ويعملوه، وعشان يوفروا المصروف. كل سنه وانتم طيبين.